مشاهدينا الكرام، مشاهدينا السبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحييكم وفعاليات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز موسم 2015-2016. مباراة وحيدة في افتتاحية هذا الأسبوع، مباراة الإسماعيلي وإنبي. لكن في البداية برحب بالكابتن أحمد سليمان. أهلا بيك كابتن أحمد. اهلا بيك منور النهارده. منور بيك. أول مرة نفرد بحارس مرمى. بتجيب اجوان؟ ايوه انا مش عارف داخل اجوان. منورنا يا كابتن النهارده. منور تمام. إذا مشاهدينا الكرام، في البداية سنشاهد نتائج مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز التي لعبت طبعا بأمس وأول أمس. إنبي خسر أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء، وغزل المحلة خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، والأهلي أيضا خسر أمام وادي دجلة بهدف مقابل لا شيء. طلائع الجيش فاز على حرس حدود بهدف مقابل لا شيء. سموحة تعادل سلبي مع أسوان، وبتروجيت فوز على الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل هدف واحد. المصري يتعادل مع الإنتاج الحربي تعادل سلبي بدون أهداف، واتحاد الشرطة يتعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما. أما بالنسبة لمباراة المقصة والإسماعيلي، مباراة في الأسبوع السابع والعشرين إن شاء الله يوم الجمعة القادم 13 من مايو. مباراة اليوم في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، الإسماعيلي يستضيف إنبي في تمام الساعة 7. أما بقية المباريات، المقاولون يستضيف المصري في تمام الساعة 4:15 يوم الخميس إن شاء الله. حرس الحدود في نفس الموعد مع وادي دجلة. الزمالك وبتروجيت والأهلي يحل ضيفا على أسوان في تمام الساعة 8:30. أما مباراة يوم السبت، الداخلية مع الشرطة في الساعة 4:15. طلائع الجيش مع غزل المحلة 6:15. الإنتاج الحربي مع سموحة في تمام الساعة 8. دي مباريات الأسبوع 28 من الدوري المصري الممتاز. نشاهد جدول الترتيب العام قبل انطلاق هذا الأسبوع. الأهلي في المركز الأول برصيد 59 نقطة بعد الخسارة من وادي دجلة، يتقلص الفرق إلى 8 نقاط مع الزمالك في المركز الثاني. الإسماعيلي في المركز الثالث ب44 نقطة، سموحة في المركز الرابع ب43 نقطة، وادي دجلة بنفس الرصيد في المركز الخامس، المصري في المركز السادس ب42 نقطة، الداخلية في المركز السابع ب41 نقطة، المقصة في المركز الثامن ب39 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز التاسع ب38 نقطة. يأتي بتروجيت في المركز العاشر ب38 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال11 ب32 نقطة ويتساوى مع إنبي والاتحاد السكندري. أسوان في المركز ال14 برصيد 31 نقطة، المقاولون العرب في المركز ال15 بعد التعادل مع اتحاد الشرطة ب28 نقطة، اتحاد الشرطة موقف لا يحسد عليه في المركز السادس عشر ب19 نقطة، وغزل المحلة في المركز قبل الأخير ب17 نقطة بعد خسارة من الزمالك، وحرس الحدود في المركز الأخير برصيد 9 نقاط في الدوري المصري الممتاز. قبل الحديث كابتن أحمد عن مباريات اليوم، أو مباراة وحيدة في اليوم، مباراة إسماعيلي وإنبي، وادي دجلة أعطى قبلة الحياة للنادي الزمالك، خاصة بعد مع الفوز على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. تقلص الفرق إلى 8 نقاط. هل أصبح لدى نادي الزمالك أمل في الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز؟ طبعا في امل، لان في مباراه فاصله بين الاهلي والزمالك. النهارده انا لو مدير فني في نادي الزمالك هحسب 3 نقاط هكون في صالحي لصالح نادي الزمالك. تمام. لان انا بقى عايز ارجع بسرعه، يكون عندي حماس لان اكسب نادي الاهلي. بقى بيتكلم في فرق 5 نقاط. صحيح. ان يكون بشرط ان الزمالك يكسب جميع مبارياته. صحيح. والاهلي يتعادل مباراه ويخسر مباراه. تمام. ده شيء لازم يتوقعه اي مدير فني يعني. وممكن تبقى نتائج اكتر، ممكن الزمالك يغلب ماتشين، ممكن الزمالك يتعادل، لكن الفرق طبعا قريب. لان الماتشات صعبه، لو بصيت للماتشات كلها صعبه. هزيمه النادي الاهلي فيها غير ان هو اقل النقاط، فرق النقاط فيها جزء نفسي سيء جدا لفريق محتاج معالجه. ان النهارده ان الهدف اللي دخل في النادي الاهلي جه في الدقيقه 95. صحيح. لو جه بدري مثلا في اول ربع ساعه، او جه في الشوط الاولاني، او جه في الشوط الثاني، هيبقى في حماس من لعيبه النادي الاهلي ان هم يحاولوا يعوضوا، يحاولوا يتعادلوا، فيبقى في بذل مجهود، في ضياع فرص. نعم. فالناس تمهدت للهزيمه. الهدف ده ما تحبلش في اكرامي؟ جزء منه يعني. جزء منه لانه طبعا لامم جسمه قوي. ولا كرة اسرع شويه؟ ايه؟ ولا كرة اسرع شويه؟ لا، عدت من تحت ايديه، لان هو نازل لازم يكون نازل، المسافه قربت. طول ما المسافه قربت ما بتطلعش الكره لفوق قوي. نعم. لكن النهارده لو الكره من بره 18 برشوت، ممكن كيرف الكره يعلى لغايه ما يوصل للعارضه. نعم. فطول ما المسافه بتقل، طول ما الكره العلو بتاعها من الارض لفوق بيبقى صعب جدا، فالمسافه قريبه. نعم. فلازم كان شريف يبقى نازل تحت في الارض شويه. نعم. عايزين الى جانب ان هي طبعا مجنبه يعني، مش اكيد مواجهه. لو هنشوف المباريات المتبقيه للنادي الاهلي والمباريات المتبقيه لنادي الزمالك، في رايك يعني هنشوفها دلوقتي على الشاشه، المباريات المتبقيه لكلا الفريقين طبعا الاول والثاني في جدول الترتيب العام، مين هيواجه صعوبه اكبر؟ يعني الاهلي لسه عنده المصري، لسه عنده الاسماعيلي، لسه عنده الزمالك، مباراه صعبه للنادي الاهلي. دي المباريات المتبقيه للاهلي والزمالك. الاهلي هيلاعب اسوان، ثم الانتاج الحربي، ثم المقاولون، ثم الداخليه، ثم المصري والاسماعيلي والاتحاد والزمالك. اما بالنسبه للزمالك
بتروجيت ثم الاتحاد ثم المقصه ثم انبي ثم اتحاد الشرطه ثم المصري وسموحه والاهلي. الاهلي لغايه مباراه الداخليه لو ما فقدش نقاط هيبقى حسب بنسبه كبيره، لان صعوبه كلها يعني النادي الاهلي مخدوم ان اصعب مباريات عنده الاخيره المصري، الاسماعيلي، الاتحاد، الزمالك. تمام. النهارده اسوان يعني قريب من صراع الهبوط بسيط قوي يعني. واخد بال حضرتك؟ فالنهارده ان النادي الاهلي حظه الكويس ان هو الفرقه الاسهل اللي قابلها دلوقتي. نعم. يعني يقدر يحصل نقاط الى اخر 3 ماتشات. بس ممكن تكون المباراه دي في رمضان. لا، رمضان ده اللعيبه اتعودت عليه وعندها خبرات، وفي فتره زمنيه الفطار هيبقى في 7 والماتش هيبقى 10 او 9 ونص. تقدر النهارده تعمل نظام تغذيه محترم جدا من خلال التدريب، حتى النهارده تقدر تمرن في وقت معين وتقدر تعمل نفس البرنامج بتاع المباريات في فتره التدريبات. تمام. يعني النهارده ان اللعيب يصحى في بيته حتى قبل مثلا مباراه يوم الجمعه ورمضان ابتدى السبت، تبدا تعود طول الاسبوع ليوم المباراه. اللعيب يصحى معين، بيجي بعد الفطار بيتعمل له تدريب على مستوى خفيف. طبعا ضغط المباريات ورا بعض ما بقاش فيه هارد ورك في التدريبات. نعم. لان ضغط المباريات موجوده. نعم. ما بقاش فيه تقدر تحمل يعني تدي الفتنس عالي، الفتنس موجود ان كل 3 ايام مباراه. نعم. الفتنس بيعلي شويه لبعض الناس اللي عايز تجهزها يعني. نعم. عايزين نشوف تاني المباريات المتبقيه للاهلي والزمالك بعد اذنك ياسر. طبعا اذا كان المباراه النادي الاهلي او نادي الزمالك هتكلم عليك ككابتن احمد. طبعا ماتشين بتوع الاهلي دول حساسيه خاصه، يعني بصرف النظر عن المشاكل. المصري والاسماعيلي. المصري والاسماعيلي وبرضه الاتحاد. والاتحاد برضه يعني. والزمالك. لكن في فرق بتصارع على المركز الثالث والرابع، يعني لو لاحظنا في اخر جدول الترتيب في فرق هتصارع، اللي هي من المصري هيصارع، الاسماعيلي هيصارع هذه المباريات. اتحاد شرطه اعتقد الامل هيكون مفقود بالنسبه له. المصري وسموحه بالنسبه لنادي الزمالك ايضا هيواجه نادي الزمالك صعوبه مع سموحه والمصري. شرطه اخر الامل ليه الاسبوع ان هو لازم يكسب الداخليه مثلا والمقاولين يتغلب، يعني مثلا يكسب الداخليه وان المقاولين يتغلب، دي بتبدا تحيي بعض الضغوط النفسيه بتاثر على الاداء الفني يعني. نعم. حتى الاهلي هيلاعب اسوان في اسوان، وان اسوان فرقه ما اتغلبتش في ملعبها سوى مباراتين، مباراه طلائع الجيش ومباراه مصر المقاصه. اذا الاهلي هيواجه اسوان في مباراه صعبه. على الناحيه الاخرى الزمالك هيلاعب بتروجيت من الفريق العنيد اللي بيحب يقفل. من الفرقه الدور الثاني مع كابتن طلعت يوسف اختلفت خالص يعني. زي وادي دجله. صحيح. فجأت الدوري ان وادي دجله وقف على رجله ورجع وضعه الطبيعي، بتروجيت رجع لوضعه الطبيعي، فدي ناس تقيله وفي نفس الوقت بتبقى عايزه لعيب الشهره. ودلوقتي نهايه فتره الدوري وبدايه تفكير انديه ولاعبين الانتقال للاهلي والزمالك. وده شيء مهم جدا. الاهلي والزمالك دايما بيدوروا على الصفقات، فكل لعيب بيحاول اللمسه الاخيره بتاعت اللاعب هي اللي بتفرق في انتقاله. يعني النهارده الفيرو بتاع وادي دجله في بدايه كنا احنا واخدين وكنا كلامنا كله في سيده النيل، كنا بنتكلم على طبيعه جسمه ومش هو ده الامكانيات الفنيه بتاعته العاليه. مع الوقت المستوى الفني ارتفع. وده اللعيب الافريقي دايما. صحيح. طول ما بيلعب، طول ما بيشتغل في الملعب، وطول ما هو موجود المستوى الفني بيتغير وبيرتفع. نعم. ومالودا برضه اعطى صبغه لفريق وادي دجله. مالودا ده نقله، والمدير الفني الاثنين خدوا خبره. صحيح. كبيره جدا وعملوها مع فريق وادي دجله. الاستقرار الاداري والفني برضه في وادي دجله من الانديه اللي غيرت المدربين وكان ليها دور. طبعا خطا كبير في الماتشات اللي زي ديت. انا كجهاز فني اما الاقي ان العمليه عندي، وطبعا الهزيمه زي التعادل لازم هي في نقطه، فيعني النهارده لكن الجزء النفسي اكتر متعب للنادي الاهلي. وان ختام المباراه في الدقيقه 95 جزء نفسي. حتى محمد منتظر المكسب اللي جاي. انا يعني تصريح كارتيرون، تصريح يعني يا كابتن قال لك احنا كسبنا النادي الاهلي بالصدفه. يعني واحد كان بيامن، انا كنت هو قال لعبته ان انا هو قال كده في المؤتمر الصحفي لحد الدقيقه 70 طبعا. انا اعتمدت على النادي الاهلي هيضغط طول المباراه، اعتمدت على الهجمه المرتده. وده تصريح ذكي جدا بالنسبه لكارتيرون، يعني الخطه اللي لعب بيها خطه ذكيه جدا لكارتيرون. لا وطبعا دي المدير الفني المحترم اللي هو بيقولش انا خططت وعملت وانا بلعب بطريقه معينه وبلعب على الهجمه المرتده. هو بيتكلم على الامر واقعي. ان عارف النادي الاهلي محتاج ال3 نقاط. فالنهارده الجزء النفسي بتاع النادي الاهلي محتاجه في مباراه اسوان. من اهم المباريات حاليا في النادي الاهلي لو عايز ياخد بطوله الدوري مباراه اسوان. لان الختام بتاع زي ما قلت لك في الدقيقه 95 هزيمه النادي الاهلي. حتى في الفتره الزمنيه من مباراه اسوان حتى مباراه اسوان والستارت، الجزء النفسي عند لعيبه النادي الاهلي وادارته وجهازه متاثره. نعم. مش هيعوضها غير مكسب مباراه اسوان. نعم. هل كابتن احمد يعني جماهير نادي الزمالك بتثق في نادي الزمالك انه يكسب بقيه المباريات؟ طبعا الدوشه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي طبعا كانت ليها دور يعني. مش لكن هزيمه النادي الاهلي تغير المشاكل. مكسب ماتشين ورا بعض مع جهاز جديد ترفع جزء معنوي، وهزيمه النادي الاهلي ترفع جزء معنوي تغطي على المشكله.
الهزيمه تؤدي الى المشاكل وظهر المشاكل. زي في النادي الاهلي لما اتهزم بدانا نسمع مش عارف رمضان صبحي ايه يعني كلام لا داعي، مش عايزين نفتت في نادي يعني او نعمل له احباط. دي عاده الكره المصريه يعني. دي عاده الكره المصريه، طول ما انت بتكسب خلاص المكسب بيداري حاجات كتير. المكسب بيداري حاجات كتير جدا. صحيح. فالنادي الزمالك المكسب الماتشين، الجهاز جديد، تغيير ماتشين ورا بعض 6 بونت، هزيمه النادي الاهلي دي تخلي لو في اي مشكله حتى. بس النهارده ظهر ايقاف شيكابالا، وفي شايف صراع على موضوع ايقاف شيكابالا على موضوع الوايت نايس امبارح والقصه دي كلها. يعني اتمنى ان الاداره طبعا تلم الامور شويه. نعم، لكن الزمالك بيفوز رغم الاداء الغير مقنع لبعض جماهيره. يعني غزل المحله كان ممكن يتعادل في لما كان النتيجه 1-0 لنادي الزمالك، كان ممكن يتعادل فريق غزل المحله، كنت تكون واحده من المفاجآت بالنسبه لفريق غزل المحله. حتى المباراه اللي قبليها الزمالك ما كانش على مستوى فني، ماتش الجيش صحيح على مستوى فني عالي، لكن طبعا قلت لك ال3 نقاط ليهم دور كبير جدا يعني. والمكسب بيجيب مكسب، لكن طبعا برضو ان الزمالك يقدر يجيب 6 نقاط وهزيمه النادي الاهلي تغطي على الاداء. يعني ما حدش مركز في اداء نادي الزمالك بعد المباراه، الناس علقت، لكن كله بعديها على طول مباراه النادي الاهلي خلت القصه كلها تتجه يعني. هكلمك في نقطتين يا كابتن في بالنسبه لنادي الزمالك. النقطه الاولى عوده محمد ابراهيم مره اخرى لتالق مستواه في مباراتين متتاليتين، مباراه طلائع الجيش ومباراه غزل المحله، واحد من اللاعبين اللي اجادوا في نادي الزمالك الفتره الاخيره. لعيب كره القدم اساس مهما يكون امكانياته الفنيه محتاج حاجتين: التدريب وتواجده في المباريات. محمد ابراهيم انتقل بالبرتغال، قعد 6 شهور هناك ما لعبش غير ماتشين، وبعد كده جه فتره حوالي شهرين هنا اللي هو انتقاله لنادي الزمالك في التعاقد، وحصل مشكله ما كانش برضه بيلعب مباريات. بعد كده قيده البدايه الستارت، الزمالك اعتمد على اللعيبه القدام. صحيح. فمحمد بدا ياخد بعض اللحظات القليله، لكن التدرج لغايه ما وصل النهارده بيبتدي المباريات 3-4 مباريات الاخيره مع بعض. طبعا ابتداها مع المدير الفني السابق، وابتداها مع الجهاز ان هو بيبتدي المباراه، ده اللي خلى وباحد بامكانيات الفنيه والبدنيه لمحمد ابراهيم انه يوصل لهذا المستوى. نعم. الى جانب ان محمد ابراهيم الناس مش واخده باله ان هو عنده 24 وداخل على 25. صحيح. يعني قدامه 6-7 سنين في الملاعب المصريه يعني. اكلمك على محمود كهربا، ويعني محمود كهربا الفتره الاخيره مش محمود كهربا اللي كان مع جوالدو فيريرا، مش محمود كهربا اللي كان مع باكيتا. بيعاني محمود كهربا الفتره الاخيره، حتى مع ماكلتش كان بيعاني ايضا محمود كهربا. طب ركز مع الزمالك ليه؟ لان خلاص الاهلي يخش على الزمالك وبعدين يخش على الاسماعيلي. هو في مشكله فنيه عملها الزمالك السنه دي. انا عندي فرقه خدت الدوري تمام بعناصر معينه، اضيف عليها 1 أو 2. التغيير كتير السنه دي في الفرقه، لان مفيش حد ما لعبش في نادي الزمالك. حتى كهربا اسمه جنش لعب اكتر من مباراه. انا لسه اكلمك على نادرا ان حارس مرمى يلعب كتير. وده كان السؤال الثالث بالنسبه لي. ماشي انا معاك مش مشكله. تمام. نادرا ان حارس مرمى تضاد بصفرة بيا اصلا. لا حارس مرمى انا مهاجم. يعني النادي الاهلي تفوق مع جوزيه في بطولات الدوري، اما في فرقه خدت بطوله استقر عليها اللي هو وائل جمعه وسيد معوض واحمد فتحي صحيح وبركات وابو تريكه وعماد متعب. لكن النهارده الزمالك انا عندي فرقه خدت الدوري، ايه اللي يخليني اغير واجيب كم عدد اللعيبه دي رغم ان هم نجوم؟ صحيح. النادي الاهلي النادي الزمالك ملى منطقه نص الملعب المهاجمين اللي هم بيلعبوا تحت راس الحربه. مصطفى فتحي، ايمن حفني، شيكابالا، حمودي، محمد ابراهيم، احمد حسن مكي، صحيح، محمد سالم لا سالم راس حربه صريح. تمام. وقلل في الحته بتاعت راس الحربه 7 انت بتلعب منهم 2. الاستقرار الفني، لكن السنه اللي فاتت تشكيل نادي الزمالك كان ثابت. يعني تشكيل نادي الزمالك ثابت، حتى زي ما قلت لك احنا خدنا 3 دايما متردده، احنا خدنا 3 افريقيه ب 22 لعيب في 6 سنين. هي فرقه البطوله بتاع 13 او 14 لاعب. 13 14 لاعب بتغير على 1 أو 2 دي الخبرات، وانا دي خدتها من الله يرحمه مستر مقاي. بدايه اول سنه ليه تدريب سنه 93 مع الزمالك، قال لك هم دولت اللي هيلعبوا معايا. الفرقه كانت اساسيه: حسين السيد وسعيد يوسف، اشرف قاسم، احمد رمزي، مصطفى نجم. يعني مصطفى هدي مثال في الاثنين فراوده بتوع نادي الزمالك في الوقت ده، مصطفى نجم وايمن منصور. اول 10 ماتشات ما حدوش اهداف، والجماهير وبعض الناس في الجهاز ومسؤولين كانوا بيكلموا مستر مقاي ان دولت لازم يتغيروا. قال لا هم دولت، سامع انا فاكر كلمته، هم دولت الروس الحربه بتوع نادي الزمالك حتى نهايه الموسم. خلص الدوري هم هدافين الدوري. نعم. مع انه 10 ماتشات ما جابوش. قبل ما نروح لفاصل سريع، محمود جنش ما حسكش بالفرق من غياب احمد الشناوي؟
لا طبعا جنش الجون مواهب، وفي جون مميز ببعض، طبعا حارس مرمى يكون متكامل، بس في بعض التريكات مهمه في حراسه المرمى. جنش من الحاجات الرياكشن عنده عالي جدا، الحاجات القريبه عالي. انا مرنت فتره من الفترات قريبه جدا فيها، يعني حتى في ضربات الجزاء اللي هي القريبه دي جدا مميز. الحاجات الريفلكس اللي هي اللي داخل منطقه السته، الكره السريعه وطلع اكتر من كوره، مميز قوي فيها. فعشان كده ظهر موهبته في اكتر من كوره تحت 3 خشبات. عصام الحضري والشناوي قماشه والباقي قماشه ثانيه خالص. دي كلمتك انت مش كلمتي يعني. لا الخبرات طبعا، ما هو يعني عصام الحضري تاريخ كبير ومش بالسهل اللي هو عمله ده ووصل ليه. يعني كل الشناوي لسه ما يعني عصام الحضري تاريخه كله هو عنده 31 سنه معاه في 2006. صحيح. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل ونستقبل الكابتن اسلام الشاطر مع الكابتن احمد سليمان ومباراه الاسماعيلي وام بي. ابقوا معنا.